أهلا. البودكاست اسمه ندوب. البودكاست مهتم بالأفكار اللي بتكون ملفتة في كتب الفلسفة وعلم النفس. غالبا الكتب بتبقى بالإنجليزي واحنا بنوصلها بالعربي، أو ممكن كتب عربي ما تكونش في الضوء قوي. عمرك فكرت انت عايش ليه؟ ايه الغاية من الحياة إذا كانت كل الناس هتموت؟ لو ما جاتلكش الأفكار دي احمد ربنا واقفل البودكاست، بس خلي معاك اللينك، لأن في مرحلة ما كل واحد بتواجهه الأسئلة دي. طيب، احنا هنتكلم عن كتاب اسمه العلاج النفسي الوجودي Existential Psychotherapy بتاع إيرفين دي يالوم. الكتاب بيتكلم عن 4 مواضيع رئيسية بعد المقدمة: الموت وده 4 فصول، الحرية وده فصلين، العزلة فصلين، اللا معنى فصلين. أنا لما مسكت الكتاب كنت انتقائية نوعا ما. الكتاب أصلا لقيته بالصدفة البحتة، ما كانش هو الكتاب اللي أنا بفكر أقراه، بس اقترح عليا من موقع فرحت منزلاه. كتاب جميل جدا. لما مسكته انا مسكته من الفصول اللي لفت نظري الاول، فانا في كلامي مش هتقيد بترتيب الكتاب اللي انا ذكرته اللي هو الموت، الحرية، العزلة، لا معنى. انا هعمل حلقة عن كل موضوع من الاربعة، بس هبتدي الاول حلقة عن الانترو، عن المقدمة، والحلقات الجاية نبقى نمسك بقى المواضيع. طيب، انا هحكي لك قصة، اصبر او اصبري معايا بس وانا فاهمك علاقة ده بعلم النفس ايه. اول حاجة كاتبها ايرفين في مقدمة الكتاب، اتكلم ان كان في كلاس طبخ تعليمي راحوا ايرفين واصدقائه. الطباخة كانت أرمينية ومساعدتها كانت كبيرة في السن برضو أرمينية. لا هي ولا المساعدة بتاعتها بيتكلموا انجليزي، ولا إيرفين وزمايله بيتكلموا أرميني. فهي كانت بتوريهم بالمثال والمشاهدة هم يعملوا ايه. كانوا بيقلدوها بس دايما وصفاتهم ما كانتش زيها. ايه اللي ادى طبخها الطعم المتميز ده؟ ده السؤال فضل يراود إيرفين لحد ما مرة لاحظ ان المدربة بتاعت الطبيخ دي بتدي الطبق لمساعدتها، ومساعدتها حطت عليه بهارات بكميات وانواع معينة. إيرفين اقتنع تماما ان البهارات دي هي اللي مخليه الطبق بتاعه استثنائي. طيب، ايه علاقة ده بعلم النفس؟ لما إيرفين بيتكلم عن العلاج النفسي بتيجي في دماغه بهارات الست، احنا هنسميها بهارات الست. ايه المعنى لده؟ في علم النفس في محاضرات رسمية، في مقالات، في نصوص رسمية، حلوين وكل حاجة، بس إيرفين واثق في فكرة بهارات الست، الحاجة اللي مش مكتوبة في النص، الحاجات اللي مش موثقة، اللي مش مكتوبة في المحاضرات الرسمية والمقالات الرسمية والنصوص الرسمية لعلماء علم النفس. المعالج زي المساعدة اللي احنا قلنا عليها اللي هي راحت حاطة البهارات. الحاجة الحقيقية اللي بتعالج الشخص مش مكتوبة في الوصفة، مش مكتوبة في النصوص الرسمية للعلاج. الحاجات دي ما بتتوثقش وما بتتدرسش. مثال لده حالة فرويد كان عالجها، اسمها فراولين إليزابيث. كان عندها مشاكل ذات منشأ نفسي في المشي، حاجة سايكوجينيك. طيب، فرويد لما جه يشرح هو عالجها ازاي اتكلم عن حاجة اسمها اب رياكشن. اب رياكشن ده اللي هو بيعيش المريض في الحدث الصادم تحت تأثير تنويم مغناطيسي عشان يعالج مرضى الصدمة ويطلع المشاعر القوية اللي هم كابتنها. ده فرويد لما قعد يتكلم هو ازاي نجح في علاج الحالة دي، قعد يتكلم عن التكنيكات اللي احنا قلنا عليها. طيب، لما نركز في النوتس او الملاحظات اللي كاتبها فرويد هتلاقي أنشطة وحاجات كتير هو عاملها مش مذكورة في النسخ الرسمية للعلاج أو اللي هو وثق بيها العلاج. في حاجات كتير هو كاتبها كملاحظات ما أخدتش حقها من الشهرة ولا الضوء، بس هي دي بهارات الست اللي هو فرويد. طيب، ايه الحاجات دي؟ مثلا هو خلاها تزور القبر بتاع أختها، وهنعرف أختها كانت مهمة بالنسبة لها في ايه. دايما نصحها ان هي تكلم شخص ما هي شافته ان هو جذاب وكانت عايزه تعرفه. كان لطيف معاها جدا، وقابل والدتها وترجى والدتها ان هي تسمح لفراولين اللي هي المريضة انها تزيح همومها بشكل دوري معاها كأم. واكتشف من الأم ان فراولين مستحيل تتجوز جوز اختها المتوفية. فراولين كان عندها مشاعر تجاه جوز اختها، انتوا عارفين بقى فرويد والحاجات المعروفة عن فرويد. فهو لما جه نصح فراولين قال لها جملة مهمة جدا، انها تواجه بهدوء حقيقة ان المستقبل للجميع غير مضمون،
وقال لها ان مشاعرها بما فيها انجذابها لجوز اختها المتوفيه، وان ده كان بيسبب لها مشاعر بالذنب، قال لها ان ده معناه ان هي شخص اخلاقي جدا. هي كان عندها مشكله نفسيه في المشي زي ما احنا قلنا. لما خلص العلاج ولما سمع فرويد ان هي راحه، لما سمع فرويد انها راحه ترقص في مكان، راح يشوفها وهي بتلف الماضي في رقصه مليانه حياه. كل ده فرويد ما اوردوش في النسخ الرسميه للعلاج، مع ان كل ده هو لما تيجوا تفكروا هي الحاجه دي اللي عالجتها. دي مجهود، ازاي ما وثقش المجهود ده؟ عشان هي بهارات الست، الحاجات اللي ما بتتوثقش بس بيكون ليها ابلغ الاثر في العلاج. بعد كده ابتدى إيرفين يتكلم عن مدرسة فرويد عموما. فرويد كان دايما بيتكلم عن الأنا ضد الهو أو الإيجو ضد الإد، تمام؟ أو في رؤى أخرى هو اتكلم عن إيروس ضد الثانتوس، أو الإيرث اللي هو الحياة ضد الثانتوس اللي هو الموت. هو بيتكلم عنهم كغريزتين جوه الإنسان، وإنهم عمالين يضغطوا في بعض، سواء الإيجو والإد أو إيروس وثانتوس في رؤية أخرى لفرويد. بيخبطوا في بعض ومع متطلبات البيئة الخارجية، وكمان بيتخبطوا بعد من البيئة الخارجية، بيتخبطوا مع البيئة الداخلية مع متطلبات الأنا العليا أو السوبر إيجو. ده بالنسبة لفرويد بشكل مختصر. فكان اتكلم عن نيو فرويديان زي إريك فروم وزي سوليفان. دول مش بيفكروا بطريقة إيجو بيهاجم إد أو بطريقة فرويد، بيفكروا بطريقة تانية، إن الحاجة الأساسية للإنسان هي الحاجة للأمان، وإن هو يتقبل في وسط الناس. الصراع هنا مش ما بين إيروس وسانتوس ولا ما بين إيجو إد، صراع ما بين إن الإنسان يكبر وينمو نفسيا واحتياجه للأمان. لو الأهل مش قادرين يوفروا له الأمان، كفة الأمان هي اللي بتطب والنمو بيتعطل. طيب بعد كده ابتدى إيرفين يتكلم عن الديناميات أو الديناميكيات، داينامكس للوجود، الديناميكيات الوجودية والديناميكيات بتاعة فرويد. فرويد عبارة عن رغبة بتؤدي لتوتر بتطلع ميكانيزم دفاعي، أما الوجوديين بيبقى وعي بيؤدي لتوتر بيؤدي لميكانيزم دفاعي. لو نلاحظ التوتر مشترك ما بين الاتنين. بعد كده جاب مقولة جميلة جدا كنت قريتها قبل كده في كتاب لعبد الرحمن مطوع، بيتكلموا ان هم راحوا لراهب او قسيس في كنيسة بيتلقى اعترافات الناس، قعد يعني تقريبا فوق 30 سنة بياخد اعترافات من الناس. فراحوا سألينه قالوا له انت ايه اللي عرفته عن البني ادمين احنا ما نعرفوش؟ راح قايل جملة ان البشر اتعس كثيرا مما نظن، وانه لا يوجد اشخاص كبار. طيب وبعد كده هتكلم عن كام نقطة كانوا حلوين قوي في مقدمة الكتاب. كان بيقول ان الفرق ما بين الشخص السوي والشخص المريض كمي وليس كيفي، يعني كمية في الصفات مش في كيفية الصفات، مش صفة موجودة في السواء مش موجودة في المرض، لا هو في الغالب تبقى حاجة كميات زي التوتر. وده مثال من عندي مش في الكتاب، بس هو الشخص الطبيعي بيتوتر، الشخص العصابي او اللي عنده مشكلة في التوتر بيبقى كمية التوتر زيادة، انما وجود التوتر موجود في الاتنين. إيرفين كمان بيقول ان المعالجين بيتجنبوا المعالجين اللي هم مش وجوديين، والمعالجين الوجوديين قليلين على الاقل كمان في الوقت اللي اتكتب فيه الكتاب ده. بيقول ان المعالجين عموما اللي مش وجوديين بيتجنبوا المواجهة مع المشاكل الوجودية لانها بشعة جدا بالنسبة لهم انت بتختار ما بين الحقيقة المؤلمة او الموترة وما بين الانكار. إيرفين في الكتاب بيوضح ان مواجهة المعطيات للوجود مؤلمة، ومعطيات الوجود مؤلمة، لكنها بتساعد في التشافي. كل انسان في مرحلة ما من حياته بيخش في مشاكل وجودية بشكل او باخر. عشان كده بقولك لو انت مش في ازمة وجودية دلوقتي او ما عندكش اسئلة وجودية اقفل الحلقة، بس انت خلاص هتكون سمعت. بس انصح زمايلك اللي لسه ما مروش بمرحلة بتاعة ازمة وجودية ان هم محتاجين يقروا الكتاب ده او يستكشفوا، او ان الموضوع نوقش من قبل وليس مجهولا وليس غريبا. مش انت الوحيد اللي بتفكر ايه معنى الحياة، مش انت الوحيد اللي بتفكر تبقى كمل ليه. ده حاجة اي حد ممكن يمر بيها ان ما كانش كل الناس بيمروا بيها في مرحلة ما وفقا لإيرفين. طيب إيرفين بيقول ان زي ما قلنا ان كل انسان في مرحلة ما من حياته بيخش في مشاكل وجودية بشكل او باخر. المطلوب من الفيلسوف والمعالج الوجودي ان هو يلغي الكبت بتاع المشاعر
الخوف من الموت مثلا، او الخوف من المسؤولية او العزلة الوجودية زي ما احنا هنتكلم بعد كده، يلغي كبت المشاعر دي ويصاحب العميل او يصاحب العيان على حاجة العيان عارفها طول الوقت. يعني هو مش هيقول له لا انت مش هتموت احنا بنضحك عليك، لا مش هيقول له كده، بس هو هيصالحه على الحقيقة اللي هو خايف يشوفها. طيب ايه تاني في الكتاب؟ اتكلم عن القوة الثالثة في علم النفس اللي طلعت في وقت الستينات تقريبا، او مش فاكرة الوقت اللي طلع فيه كان قد ايه، بس هو بيقول ان هي قوة ثالثة بعد المدرسة السلوكية وبعد فرويد. في الوقت ده كان اسمهم علماء النفس الإنسانيون. دول ولاد عم الوجوديين زي مازلو، زي كارل روجرز، زي رولومي. مبادئهم في سنة 63 هم اجتمعوا وعملوا زي جورنال ليهم أو دورية ليهم مثلا. مبادئهم كانت ان الانسان، اول مبدأ ان الانسان كإنسان اكبر من مجموع اجزائه، مش هيتفهم من دراسة علمية لأجزائه. الانسان مش هيتفهم لو تجاهلنا العلاقات البينية مع الاخرين. الانسان واعي، وده تالت مبدأ، الانسان واعي ومش هيتفهم من حد بيتجاهل وعيه. المبدأ الرابع للانسان قراره. المبدأ الخامس الانسان ليه نواياه المستقبلية. احنا قلنا ان هما علماء النفس الانسانيون ولاد عم الوجوديين. طيب ايه الفرق بين الوجوديين والانسانيين؟ الوجوديين لو انا فكرنا كده سوا، الوجوديين هل تفتكر ان هم هيكونوا في اوروبا ولا في امريكا لو بتكلم عن فترة الستينات او الاربعينات؟ رأيكم ايه؟ بالظبط. اتمنى ان انت تكونوا قلتوا الاجابة صح. الوجوديين بسواد الوجودية اللي لا مخرج من سوداويتها، في الاغلب كان في وقت الحرب. ففي الاغلب احنا قلنا اربعينات وستينات، والفترة دي كان في فترة الحرب العالمية التانية، فالوجوديين كانوا في اوروبا. انما الانسانيون بقى دي امريكا بقى اللي ماشيه تحدف قنابل، لا عندهم ايجابيه. انما الناس اللي معكوكه في الحرب وطالعه من الحرب والدنيا متدمره كانوا في اوروبا. عشان كده الوجوديين كانوا متمركزين اكتر في اوروبا، كانوا بيركزوا على حدود الانسان، على الابعاد التراجيديه للوجود. طبعا ما هم طالعين من حرب، حدود الانسان، توتر اللامعلوم. انما الانسانيون اللي هم مبسوطين اللي قلنا في امريكا، الايجابيه، تحقيق الذات. ما بيتكلموش قوي عن حدود الانسان، ما بيتكلموش قوي عن معنى الحياه على قد ما بيتكلموا عن تحقيق الذات. فده الفرق بين الوجوديين والانسانيين يعني. المعالجين يعني الوجوديين، او هو بيتكلم عموما عن الوجوديه والفلاسفه والمعالجين الانسانيين. ده الانترو بتاع الكتاب. لو عجبكم ممكن نكمل فيه. انا في كتاب في دماغي كمان كنت عايزه اتكلم عنه بالعربي، اسمه دراما الحب والثورة بتاع عبد الله الطوخي. شوفوا انتوا حابين ان احنا نكمل في الكتاب ده، نكمل في existential psychotherapy العلاج النفسي الوجودي، ولا نتكلم عن دراما الحب والثورة اللي هي حد بيتكلم عن حياته. فانا بس هقول النقط اللي لفتت نظري عبد الله الطوخي. فشوفوا انتوا عايزين ايه، وهعمل زي opinion poll في الحلقة وتقولوا لي ايه اللي تحبوا اكتر ان انا اعمل عليه الحلقة الجاية. بس كده، سلام.